Cek 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 cek. Bismillah. Tuh. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الصالحين. السلام عليكم يا ولي الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفات الله. السلام معرفة بالله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا حبيبنا أحمد بن حمد الكاف. السلام عليكم يا أهل القبور. وآتاكم ما توعدون أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة عليكم صلوات ربنا عليكم ربنا عليكم رضوان ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. اللهم أنت الذي وقفتنا بين يدي وليك هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا عمل عملناها ونسألك يا الله أن تقضي لنا الحاجات حاجة الدنيا والآخرة. حاجة الدنيا بالميسرة حاجة الآخرة المغفرة. اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين واشف مرادنا واقضي حاجتنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا. نسألك يا الله نصلي بارك الصالحين إن نزل أوليائك وصدقائك. أدخل نياتنا في نياتهم أعمالا في أعمال وأهلاك فأهلاكهم الذين يكون صالح جالبة كل هدف كل شهر مسلمين إلى حضرة النبي. فاتحة. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعامتنا في طريقتهم والمعافاة منا في فتنهم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعامتنا في طريقتهم والمعافاة منا في فتنهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على مختار على بنا باب مولانا فرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول فاقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جئناكم طلبناكم قصدناكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم فأحبونا وعطونا عطاياكم هداياكم
فلا خيبتم ظني فهاشاكم وهاشاكم. سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. التحيات البركات الصلوات الطيبات الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم صلوات رب. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا صفات الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا من له مقام عالي إلا الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور. آتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. شرنا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا من خواص أهل لا إله إلا الله في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة. أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين المؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة. اللهم أنت الذي وقفتنا بين يدي هؤلاء أوليائك ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا آمال ولنا مقاصد ولنا آمال أملناها ونسألك اللهم يا الله أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Fadhal duduk ikhwan, silakan ngisi bagian depan. Para satis, para habaib.
Pada para syiban, para asatidzah, silakan duduk di saf depan. Jangan di depan ya. Saungsin pas itu. الفاتحة وياسين والتهليل والتسبيح والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نهدي ثوابه ونقدمها لحضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعليه وطرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وإلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيد المهاجر اللهم بن عيسى وابن عبد الله المبرور والسادة الأعظم سيدنا البقي المقدم الحبيب محمد بن علي وعلي وسلم والمقدم الثاني بن محمد شقاف ثم إلى روح جميع الذين وكانوا من شركة رضي الله مغربها ثم إلى أرواح متقدم من هذه المنطقة الجزيرة البلاد من أهل أبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين والأرواح كثير من زرناهم ولم نزرهم أن تعلموا بمن لا زائرة لهم من العلماء والأولياء والصالحين من الأبي علوي محبهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالديهم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته ويعيده علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية الصالحة وعلى هذه النية وكنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون وجعل بينهم سدا ومن خلفهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسركم أجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسر منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى إن كنتم صادقين ما ينظرون صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا يستطيعون إلى يرجعون وفي السر فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق إن كان إلا صيحة فإذا هم جميع لدينا محضرون لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تكفرون نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون شاء لم تسمع صراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهدنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى لا كل عليم إن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد آتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن أسادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله هي موجود لا إله إلا الله هي باب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله الله يا 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذتين الأرحم اجتمعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمة والدينا ووالديهم خاصة وأنبتنا أموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب بالمقدم من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمك ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى فالحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأعضاء من عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأسرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسل المحاجر الرحمن بن عيسى وابن عبيد الله وسادر العظام شين البقيل المقدم الحبيب محمد بن علي بعد وسلم وفرهم والمقدم الثاني عبد الرحمن الشقاب ثم إلى أرواح جميع الأبي علوي إنما كانوا مشارك الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين هذه المنطقة هذه جزيرة البلاد من الأبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح صاحب المقام الحبيب العرب الله العلامة الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن حسن الحبشي وإلى أرواح كافة من عاشوا في عهدهم ومن قبل من بعد من العلماء والأولياء والصالحين الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنة برحمته والدينا ووالدهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا بحمدك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم أنفاس المخلوقات. اللهم صل على تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات والمخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكرب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكرب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكرب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في السلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا الغفور. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيد بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا رب دمر اليهود أن ثينا للأهد وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع
يا الله وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا خديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقوم وبالحسن ثم الحسين سالك تبيد الظالمين بهم يا ربنا ترد وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا الله يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من العين الرحيمة تداوي كل ما بي ألا يا لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر من العين الرحيمة تداوي كل ما بي وكن راض بما قادر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر تداوي كل ما بي وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل سرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر تداوي كل ما بي وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشاتها حقيرة ومدتها قصيرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار فيما تداوي كل ما بي تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل رحيما تداوي كل ما بي
معانا في المرابع وأمسى سفه راهل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر من العين الرحيمة تداوي كل مريض ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله على بشر جادات سهائب رحمة البر وحياهم بروح رضا ربي وبشر تداوي كل ما بها ساداتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب هم بقلب نازلون من العين الرحيمة تداوي كل ومنهم في سرائر فؤادي قاطنون بساحات تربها من ذكي المسك الأعطار تداوي كل ما منازل خير ساده لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا بخت من زارهم بصدق وانذار إليهم معتني كل مطلوبه تيسر بنظرة من العين الرحيمة تداوي تقبل الله منكم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر الحبايب معاشر الأساتذة معاشر الحاضرين معاشر الزائرين رحمني الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. هذا من فضل ربنا ورحمة ربنا ومغفرة ربنا ورضوان ربنا علينا insyaallah ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama orang-orang tua kita, bersama guru-guru kita, melaksanakan suatu kebiasaan yang mulia, yang agung yang Allah karuniakan kepada kita, berziarah ke pemakaman aulia Allah, berzikir kepada Allah. Tadi alhamdulillah telah kita laksanakan ma bainal isya'ain di Masjid Haddad, membaca asma'ullahul husna, bermunajat, bermohon untuk keselamatan umat Rasulullah SAW. Kemudian kita pun membaca qasidah mudhariyah
dan bermacam-macam yang kita lakukan, mudah-mudahan semua menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikhwan, tanpa terasa kita sudah masuk pada malam yang ke-19 daripada bulan Rajabul Ashab. 18 hari telah kita lewati bersama. Begitu cepat hari-hari yang berlalu. Mudah-mudahan ya Rabb, semua amal ibadah yang kita lakukan termasuk lintasan niat-niat salihah yang datang, baik kita pikirkan atau yang datang tiba-tiba, menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Rabb, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita berkat amal baik yang kita lakukan yang diberikan Allah, berkat istighfar yang kita mohonkan kepada Allah, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, baik itu qaulan wa fi'lan, amdan wa khata'an, sirran wa jahran, termasuk lintasan-lintasan pikiran atau hati yang kotor ada pada datang kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan, Allah maafkan di bulan yang berkah ini insyaallah. Dan adanya majalis-majalis yang kita hadiri dan majalis guru-guru kita merupakan bentuk wujud daripada keberkahan yang kita dapatkan. Bahkan dengan bertambahnya adanya insyaallah kegiatan-kegiatan haul para ulama, para aulia, para salihin, ada juga kegiatan rotib arba'in, dan insyaallah tak lama lagi kita akan pula memulai kembali majelis mengenang daripada mengangkat peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca manduman i'tibar lil ulil absar yang dikatakan Nabi Muhammad Musin Babur. Insyaallah akan kita akan mulai pada Ahad nanti. Begitu berkah kita hidup di Palembang ini, dan keberkahan bulan Rajab ini benar-benar kita rasakan. Mudah-mudahan datang Sya'ban kita bisa lebih mendapatkan lebih banyak lagi, dan Allah sampaikan kita kepada Ramadan dengan sebaik-baik keadaan, seindah-indahnya keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kitab Ayyuhal Walad alhamdulillah telah kita hatamkan bersama, dan kami belum menentukan kitab selanjutnya. Namun pada malam hari ini mengambil keberkahan kita membaca kitab Madrajur Rabih bi Thawab A'mal Saleh yang disusun dikarang oleh Imam Ad-Dimyati rahimahullah taala. Yang kitab ini kebetulan kami pakai tadi sore, menjadi kitab yang kami lazimkan di Majelis Habib Ci Waspada. Dan mengambil keberkahan kita ambil beberapa hadis Rasulullah SAW yang mudah-mudahan menjadi kemanfaatan untuk kita dari apa yang kita dengar dari nasihat Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, fitakumullah, faqakumullah. Di bulan Rajab ini termasuk fadail kemuliaan yang kita dapatkan adalah mudha'afal ajr. Allah melipat gandakan ganjaran pahala dalam satu sisi, dan na'udzubillah kata ulama sebaliknya, dosa juga kalau kita lakukan berlipat-lipat ganda. Maka Allah mengihdar, mewanti-wanti kita untuk berusaha lebih menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, dan kita pun dituntut dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak amal soleh. Amal baik yang kita lakukan atau maksiat yang kita lakukan itu pada garis besarnya bisa terkelompok menjadi dua bagian ikhwani. Yang pertama hablun minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hablun minan nas, urusan kita dengan sesama makhluk Allah, manusia. Tersering yang terlintas di benak kita kalau sudah hablum minallah itu pasti lebih utama, lebih hebat, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Naam, itu boleh jadi benar lewat salat, lewat zikir, lewat puasa, ya, lewat kita beramal soleh, qiyamul lail. Di bulan Rajab banyak yang berpuasa sunnah. Itu semua hablun minallah yang kita yakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwan rahimakumullah, ternyata kita dapatkan ada tidak sedikit daripada hablum minan nas, itu pahalanya, ganjarannya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih hebat daripada hablun minallah. Termasuklah yang kita rasakan malam hari ini, berziarah kepada aulia Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan duduknya kita sesaat, sejenak, sampai diumpamakan itu seperti orang mecah ketelok, seperti orang meres susu, sejenak. Baina yaday aulia illah, duduk di hadapan para aulia Allah. Hayyan kana, baik mereka hidup ataupun yang sudah wafat. Itu lebih afdal daripada kita solat sampai secapek-capeknya ibadah kita. Kita beribadah dengan capek sampai diumpamakan sampai kaki kita ni rusak atau merasa sakit yang parah karena saking hebatnya kita ibadah. Itu bisa kita dapatkan, bahkan lebih hebat kita dapatkan dengan duduknya kita di hadapan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikaruniakan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan bagian tersebut. Berapa wali kita ziarah pada malam hari ini, alhamdulillah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Banyak lagi amalan-amalan yang luar biasa yang berhubungan kita dengan hablun minan
nas. Orang yang paling membuka kita pintu sebesar-besarnya untuk dapat ridha Allah, mendapatkan kedekatan kepada Allah adalah wong tua kita. Sampai Rasul mengatakan wong tua kita tu jannatuka aw naruka. Agama sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pintu surganya kita atau naudzubillah mengantar kita kepada nerakanya Allah. Kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan keberadaan mereka, tidak kita bersikap baik kepada mereka. Ini termasuk yang paling utama dalam hablun minan nas. Ikhwan rahimakumullah, lalu kita kepada guru-guru kita pun sama. Mereka yang memiliki hak yang tinggi terhadap kita, kita pun harus perlakukan dengan sebaik-baiknya. Lewat guru itulah kita akan mendapatkan juga keridhaan Allah, mendapatkan begitu besar daripada pahala dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita balik kepada apa yang dikatakan Rasulullah, almar'u ma'a man ahbab, maka kalau kita memang cinta sama guru kita, para ulama, para salihin, para aulia Allah, maka kita yang punya amal sedikit ini, yang mungkin banyak dengan dosa ini, akan ikut bersama mereka. Kalau sudah sama mereka, pasti kumpulnya dengan Rasulullah SAW. Nah, masih banyak lagi ikhwan amalan-amalan yang mungkin kita memang butuh bimbingan dari guru, sehingga kita bisa tahu bainal fadl dengan afdal, baina muhim dengan aham, yang mana yang penting, yang mana lebih penting, yang mana yang bagus, yang mana lebih bagus. Ikhwani rahimani rahimakumullah, di antara fadail yang mulia antara hablum minan nas itu adalah kita menyampaikan hajat saudara kita. Di antara kemuliaan yang kita dapatkan lewat hablum minan nas adalah kalau kita mampu menyenangkan, mengembirakan hati saudara kita. Di antara kemuliaan, kelebihan dari hablum minan nas kalau kita mampu menghilangkan kesusahan saudara kita atau menyampaikan hajat-hajat mereka. Ini standar yang campik Rasulullah adalah saudara seiman. Wa kaifa bi abi wa ummi, wa kaifa bi abika wa ummika. Bagaimana dengan wong tua kita kalau kita mampu berbuat baik kepada mereka? Bagaimana kalau dengan orang-orang yang memang menyelamatkan kita untuk akhirat kita, para guru, para ulama, para asatidz kita. Nah, di sini ikhwan rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini perbandingan antara amal yang nilainya hablum minallah dengan hablun minan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini Al-Faqir baca dulu penggalan atau dari pertengahan hadis Rasulullah. Amalan yang dianggap hablun minallah, hal ini sangat digandrungi oleh kita kelak kalau sudah masuk bulan Ramadan, lebih-lebih di akhir 10 Ramadan. Apa itu? I'tikaf. I'tikaf itu fokus ibadah kepada Allah dengan tahajud, dengan tilawatul Quran, dengan segala macam. Bukan pula i'tikaf harus di bulan Ramadan. Sepanjang tahun kita dianjurkan untuk beriktikaf. Nah, apa pahala i'tikaf itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi ja'ala Allah bainahu wa bainan nar thalatha khanadiq. Kullu khandaq ab'adu mimma bainal khafiqain." Rasul mengatakan siapa yang beriktikaf. Kalau iktikaf itu sudah kesannya meninggal ke dunia, tidak galak berhubungan dengan manusia. Kita pengen fokus ibadah. Bahkan ada yang sampai berhari-hari tidak keluar dari masjid. Ada yang dari malam sampai ketemu pagi tidak keluar dari masjid. Dia tidak galak diganggu orang, dia pengen fokus ibadah sama Allah. Rasul mengatakan, "Wa man i'takafa yauman," siapa yang i'tikaf di masjid satu hari, baik kata Rasulullah. Yauman ibtigha'a wajhillah, benar-benar dia lakukan dengan tujuan mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ganjaran pahala dari Allah, mengharap kedekatan kepada Allah. Wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nar, maka Allah berikan ganjaran buat dia, balasan buat dia. Allah akan jauhkan hamba tersebut antara dia dengan neraka sejauh 3 khandak. 3 khandak. 1 khandak itu jauhnya ma baina ab'adu, bahkan Rasul mengatakan sini talasa khandak kullu khandak ab'adu mimma baina hafiqain. 1 khandak, 1 lembah umpama ini 3 lembah atau jarak 3 lembah. Nah, 1 lembahnya baik atau lebih jauh daripada barat ke timur. Ujung dunia ke ujung dunia. Lebih jauh itu dari itu 1 khandak. Ini kita dijauhkan Allah sampai 3 khandak. Artinya sangat dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itikaf sehari, bayangkan mak mano kalau 2 hari, mak mano kalau 3 hari, mak mano kalau sebulan. Ya,
luar biasa. Ini hablun minallah. Tapi kita dengar hadis ini secara utuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat agung, habrul ummah. Beliau juga adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah, qal man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min na'takif man i'takafa 10 sinin. Sallallahu alaihi Nabi. Antum sudah tahu tadi pahala iktikaf sehari. Ya. Ganjarannya luar biasa, dijauhkan dari neraka 3 hondak. 1 hondak itu antara bumi barat sampai timur, 3 kali lipat, bahkan lebih jauh dari situ. Apa kata Rasulullah? Man masya fi hajati akhi. Siapa yang berjalan, dalam makna berjalan ya keluar dari rumah, entah naik kendaraan kah, jalan kaki kah, naik apapun dia, keluar untuk menyampaikan hajat saudaranya. Man masya fi hajati akhi kana khairan lahu, maka perbuatan itu lebih afdal daripada iktikaf 10 sinin, 10 tahun. Lebih afdal daripada iktikaf memenuhi hajat saudara kita. Ada kawan kita, apalagi lagi butuh nian. Dia dijanjikan oleh seorang katok lain, mbak cerita ikhwan. Kawan kita tadi nak lebaran, apalagi kalau musim lebaran, lagi busa nyari rezeki, duit-duit lewat. Ditelepon oleh Haji Budi. Kau jatuh ke rumah aku beh. Rumah Haji di mana? Pokoknya kau tahu beh. 14 Ulu, lorong rakyat depannya. Tahu kalau bingung kawan nih. Nyari kawan, oh yo kawan aku si Udin tuh balik 14 Ulu. Pagainya si Udin sedang itikaf. Misal, Din pacak dah ngeong aku Din. Ngapu? Ke rumah Haji Budi. Haji Budi katanya depan, oh tahu aku kata si Udin tadi. Pacak dah ngeong aku dengar benak nemu dia. Ngapu? Dia nyanjikan nak ngenjuk emak aku THL lebaran. Aku lagi itikaf. Aku nih pengen ngejus Quran 10 juz saya ini. Aku pengen. Macam-macam ibadahnya. Ya. Kau cari orang lain bela. Tak maafnya. Di Sudin tadi. Ya, Sudin tidak tahu hadis ini dia. Sudin tidak tahu tentang hadis ini. Sudah nyari orang lain. Ketemulah orang lain. Ya bang ini ketemulah ke Haji Budi tadi. Baru nemu rumahnya ikhwan. Siapa tadi namanya si Jul Ya, katakanlah si Jul tadi. Sama si Budi, si Udin lewat, Udin sibuk dia. Si Andi katakanlah mbak nama. Si Andi pas baru sampai depan rumah Haji Budi ini. Saya stop. Ngapa stop? Ndi, ya ini rumah Haji Budi. Oh ini rumahnya. Alhamdulillah. Senang sudah si Jul ini. Belum ketemu Haji Budi, baru ketemu rumahnya. Idkhulus surur sudah masuk. Sallallahu Nabi. Bau tahu ini rumah Haji Budi sudah senang. Oh ya Allah, masya Allah. Aduh dah dewi kalau ada. Kau janjian janji malam, ya insyaallah ada. Bel ting tong, ada suara dari juga. Siapa di depan? Yuk tahu aku si Jul, nak ketemu Haji Budi. Ada tak Haji Budi? Ya ada, tunggu bedengat katanya. Nengah Haji Budi ada. Alhamdulillah, senang luar biasa. Belum dapat duit belum. Bau nengah kabar Haji Budi ha? Lah itu kalau suruh lagi ini sudah masuk. Ya. Begitu pintu masuk saya terbuka, uji pembantu masuklah, Pak Haji ada di dalam nunggu kamu. Masuk rumah itu, masya Allah. Ketemu Haji Budi tadi. Tak pernah tahu dia mana Haji Budi. Itu Haji Budi itu. Oh itu Haji Budi aja. Baru tahu ini biasa baik penampilan sederhana. Oh pas ketemu, masya Allah. Lah berkacau-kacau matanya. Ngapa mikir ke mak aku bakal dapat duit. Ngapa? Dia pengen nyenangkan hati emaknya. Oh ini bab pahala lain lagi sudah. Ya. Gawe kecil ini pahalanya beruntun. Begitu ketemu Haji Budi tadi. Assalamualaikum Haji. Yo, kau si Jul. Yo, masya Allah. Jadi mak kau apa kabar? Mak kau tuh masih ada hubungan sama aku kata Budi. Mukalah cerita dikit. Ngenjuk ke amplop. Baru nerima amplop tuh lah geger. Berkaca mata. Ya Allah dicium-cium. Alhamdulillah ya Allah jadi lebaran kami. Sallallahu alaihi Nabi. Ya. Ini berkat siapa tadi? Si Andi tadi, si Udin lewat. Ya. Andi dapat bapaknya ada pahala nih kawan. Oh bapak amplop, langsung nelpon banyak, mah dapat mah duit mah, Haji Budi mah. Oh ya Allah lah, emaknya pula di rumah nangis sana, nangis emaknya karena dapat duit. Mikir tak lebaran ini, dapat amplop dari Haji Budi, belum muka duitnya belum, baru nerima amplop ya kawan. Wallah kam hasanat sudah, berapa kebaikan sudah didapatkan. Ya.
Belum apa-apa nih, baru dapat amplop, belum emaknya muka amplop, belum nyampe. Emaknya di sana sudah senang gembira luar biasa. Ini gawe siapa? Gawe si Andi tadi. Ida itikaf, ida ngejus Quran, ida ngapa-ngapa dia. Ya, belum masuk bab ini belum. Ya, sudah. Sampai ke rumah, diantarnya pola si Andi tadi sampai ke rumahnya. Emak yang nunggu depan pintu, tidak sabar. Mana amplop tuh? Saking tidak sabar tadi. Saat pas ngoyak ke duit abang kalau juta dapat. Oh, nangis berpelukan dia. Allahu Akbar. Alangkah besarnya itu surur ini. Haji Budinya nyantai beri rumah dapat. Tapi si Jol ini, si Andi ini yang luar biasa. Dia sebentar kejadian setengah jam paling sejam. Itikaf 24 jam. Ini cuma setengah jam. Apa kata Rasulullah? Man masya fi hajati akhi. Siapa yang keluar untuk menyampaikan hajat saudaranya tadi? Andi menemui hajat si Jol tadi, menemui Haji Budi tadi. Apa pahalanya? Khairan lahum min i'tikaf asyr. Lebih afdal daripada i'tikaf 10 tahun kata Rasulullah. Lalu Rasul jelaskan sama kita yang tadi. Mani takafa yauman, tahu tak kamu kata Nabi? Yang siapa yang i'tikaf sehari baik. I'tikaf sehari. Tadi Nabi ngomong lebih afdal daripada i'tikaf 10 tahun. Siapa yang i'tikaf sehari, pahalanya Allah juga ganjarannya dijauhkan dari api neraka 3 hondak tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini hablum minan nas, ikhwan. Ini kawan, aku muslim. Wa kaifa liman lahu huguk alaina. Makmuna dengan memang punya hak sama kita. Umi kita, abah kita. Makanya kami sering nyampaikan kepada ikhwan, jangan kita salah persepsi, salah paham. Maksud dia nak hadir majlis ziarah, padahal emaknya nunggu dia di rumah minta gewangi di rumah. Mak, nutupan mak malam ni mak. Pengennya mak aku ziarah sama Suki mak. Oi kau duduk sini bedul, aku ni kata gewang di rumah. Oi mak tolongnya mak. Mak dia berhajat sama dia, tahan tinggalkannya demi hadir majlis ini. La wallahi ikhwan. Wong lain hajatnya kita penuhi, dapat hebat ni mana kalau itu wong tua kita. Mana kalau itu abah kita, mak kita, atau dzawil huguk yang punya hak sama kita, termasuklah guru, termasuklah orang yang punya jasa sama kita. Wa man ittaqafa yawman wajhillah ja'alallahu bainahu bainan nas thalatha khanadiq kullu khandaq abadu mimma bainal khafiqain. Dengar hadis berikutnya ya ikhwan. Rawahu Tabrani wal Hakim wa qala sahihul isnad illa annahu qala, dalam sanad yang lain dalam hadis ini juga Rasul mengatakan man masya fi hajati akhi kana khairan lahu min i'tikaf. Hadisnya berbunyi li an yamsya ahadukum ma'a akhi fi qada'i hajatin. Berjalannya kamu dengan saudara kamu untuk menyampaikan hajat dia, sambil nunjuk mini Rasulullah. Asyar bi asabihi afdal min an ya'takifa fi masjid hadha syahrain. Sallallahu Nabi. Ini hadis terjadi saat Nabi duduk di masjid Rasulullah. Nabi menyampaikan kepada sahabat, la ayyamsya ahadukum, ya. Seandainya kamu tuh keluar berjalan, ya di sini makna jalan tuh keluar, nak pakai kendaraan, nak pakai apa, pokoknya keluar kita. Untuk apa? Ma'a akhi, dengan saudaranya. Fi qada'i hajatin, untuk menyampaikan hajatnya. Itu lebih afdal daripada itikaf 2 bulan di masjidku ini kata Rasulullah. Luar biasa. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimun akhu muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslim karbatan farrajallahu anhu biha karbatan min karbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an muslim kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sir yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslim fid dunya satara Allah alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi fi auni al abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Rawahu Imam Muslim. Ikhwan rahimakumullah, kita lihat bagaimana hablum minan nas itu luar biasa. Nabi mengatakan man nafasa anil muslim kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang
melepaskan kesusahan seorang muslim di dunia. Wong lagi sulit, lagi kementok, lagi nyari duit untuk bayar kontrakan, bayar motor. Kalau tidak dibayar leasing ngambil motor dia. Kalau 3 bulan tidak bayar kontrakan, kalau tidak bayar dia bakal diusir. Wah, lagi ini masalah berat. Lalu kita bantu dia. Entah bantu memang dari duit kita atau kita cari kebantuan untuk dia. Intinya menghilangkan kesusahan dia. Maka pastikan Allah akan balas di dunia dan akhirat. Kesusahan kita akan dihilangkan oleh Allah. Nafasallah kurbatan dunia wal akhirah. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim yang dalam kesulitan, susah itu. Dah gampang itu. Apa dia? Anak punya channel. OD ya. Dimanfaatkan OD ni. Anak punya yang dalam. Kawan ni tak pacak terus mentok. Hajatnya susah. Dan anak punya memang anak dalam. Anak tak tolong sama dia. Kita carikan jalan, kita bukakan pulang untuk dia bisa mencapai hajatnya. Ya, tentu ini hajat-hajat yang baik. Maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita butuh, tapi kelak ikhwani, di akhirat lebih kita butuhkan lagi. Kemudahan di akhirat itu jauh kita butuhkan ketimbang di dunia ini. Seandainya Allah mengatakan dibalas di akhirat baik, lah kafah, cukup itu. Ini di dunia dinjuk hiburan dulu, kesusahan kita di dunia akan dimudahkan Allah. Kamat tadi nutudan kita nolong wong gak ada wong nolong kita. Kita galak bantu wong akan ada datangkan Allah orang yang membantu kita. Kita galak nyenangkan hati wong akan datang orang yang menyenangkan hati kita. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wa man yassara 'alal musir yassarallah fid dunya wal akhirah, wa man satara 'alal muslim fid dunya satarallah 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, dia tahu si punya keburukan yang tidak pernah disitokannya. Ya. Tak dibukanya, tak sebagainya, ditutupinya. Maka Allah akan tutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Ini mantuk hadisnya, mafhumnya kata ulama. Kalau kau buka aib manusia dunia, maka Allah bukakan aib kau di dunia sampai di akhirat kaki. Na'udzubillah. Ya, kalau di akhirat jingga oleh seluruh makhluk Allah, seluruh manusia akan melihat. Ya, kita casing kita cak ustaz, casing kita budak majlis, tak tahuan buruk kita banyak. Ya kita mampu nutupnya di dunia, tapi gara-gara kita muka aib uang, Allah bukakan. Di dunia dibuka, kalau di akhirat lebih buruk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kalau orang yang senang buka aib uang, akan Allah bukakan aib sampai urusan juga bilik dia. Akan terbuka sampai keluar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lalu ini kunci ikhwan. Pengen hidup lemah, Allah mengatakan sama kita. Tadi sudah kunci kalau. Ya. Allah mengatakan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selagi hamba tersebut galak nolong saudaranya. Nah, ini ana banyak saksikan guru-guru kita ikhwan. Ya. Mereka punya hajat untuk majelisnya, untuk masjidnya, untuk pesantrennya. Dia nak minta sama wong, malu dia. Lalu bagaimana caranya? Dicarinya kawannya atau muridnya atau siapalah, ustadz juga yang sedang bangun majelis, yang sedang bangun masjid, sedang bangun pesantren, yang lagi terseok-seok nyari duit. Dia mentu ke duit dia untuk nolong uang tadi, atau dia cari ke uang untuk bantu si fulan tadi, ustadz tadi. Jadi dia mancing, aku nolong uang, kaki Allah nolong aku. Nah, jadi dia tidak minta sama manusia, tidak. Pernah sampai ada orang yang menyatakan, negol, beb, antum ni nyari ke untuk uang, antum duit kan lagi butuh. Ya. Ustaz, uang tadi muridnya masih ngomong, Ustaz kan juga lagi butuh, ngapa Ustaz nyari untuk uang, bukan untuk Ustaz. Diam baik kau, ngejo ke uang, Allah ngejo ke aku. Hadis ini yang jadi pegangannya. Innallah fi auni abdi madam abdu fi auni akhi. Sekali lagi kita galak nolong uang, maka Allah akan kirim orang banyak. Sikok kita tolong, Allah kirim 10 untuk nolong kita. Ya. Ini hablun minan nas yang kadang-kadang kita anggap sepele. Yang nyenangkan hati uang, menghibur uang, nyampaikan hajat-hajat uang. Apalagi kalau fuqara wal masakin, uang susah, uang topron, butuh bantuan, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nyenangkan hati itu kita kadang-kadang tidak tahu, disitulah bentuk kemuliaan yang kita dapatkan. Salat kita tidak tahu, wallahu alam. Puasa kita, dakwah kita tidak tahu, tapi ida kalau suruh ini luar biasa. Di kubur bakal dikirim Allah satu makhluk yang cantik,
akan menghibur kita, menyenangkan hati kita, menyenangkan kita, menenangkan kita dari akibat kita pernah masukkan kesenangan kepada orang lain yang sedang susah. Ya, wong yang sedang kebingungan. Nah, kalau pacak minta sama Allah, ikhwan, kalau pacak kita ini jemput bola, tidak nunggu wong datang, kita mencari tahu. Wong susah itu minta sama Allah, maka Allah akan bukakan. Ya, Allah akan bukakan kepada kita untuk mendapatkan tender-tender akhirat seperti itu. Ada wong yang Masya Allah peka, ya pernah kami sampaikan ini. Ada lagi wong yang peka. Nah, beda antara peka sama peka. Ya, dia masuk ke rumah wong nyingok gembesan, ya Allah bocor sana bocor sini. Biasa be, tak tegak hatinya. Ini peka namanya. Ya, bahkan kawan tu sampai nyampe ke. Nah ya Allah, dari mana lah nyari duit untuk bocor rumah ni, anak-anak dah tidur, umi anak dah tidur, bocor kalau hujan deras ni, belum lagi banyak pasang pucuk nyampak bawah banjir banyu. Ya. Tahu tapi tak tegak hatinya, subhanallah. Ya, tapi ada orang yang peka. Begitu masuk rumah si fulan nyingok tampes sana tampes sini bocor sana bocor sini, tak nunggu si fulan ngomong, langsung dia ngejog. Nah, kita butuh orang-orang yang seperti ini, peka. Ya, bukan peka. Ya, orang yang punya rasa nyingok macam itu. Boleh jadi yang punya rumah ini orangnya iffah, malu dia nak minta-minta, dia sabar. Kita didatangkan Allah, kita lihat, kita mendengar atau dengar dari wong bocoran si fulan itu lagi susah, si fulan lagi betul, lewat beh. Nah ini kita naudzubillah. Tapi kalau kita diberikan Allah kesempatan dengar ada si fulan dapat kesusahan, butuh bantuan, kita tidak mampu, lalu kita berusaha mencari bantuan untuk dia, inilah orang yang dipilih Allah. Ya, dipilih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang tersebut. Masyaallah ahbab rahiman rahimakumullah. Banyak amal-amal yang sifatnya duniawi, muhammalah kita hablum minan nas, ternyata itu lebih hebat kedudukannya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau buka panjang cerita masih banyak cerita-cerita, tapi ingat waktu ikhwan. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mendapatkan lagi nasihat-nasihat dari para ulama kita, dari kitab-kitab mereka dan dari tausiah para guru-guru kita. Sebagai penutup kami menyampaikan kembali undangan untuk antum sekalian jatuh ikhwan, insyaallah Sabtu Lailatul Ahad, Sabtu malam Ahad ba'dal maghrib seperti biasa ada majelis zikir ziarah, maghrib kumpul di Mushola Al-Fakhar, pembacaan Asmaul Husna, munajat, mudhariyah, kita baca macam-macam qasidah dan lain-lain, lalu sampai isya salat lalu kita ke Kampang Koci. Majelis penutupan sementara ziarah Kampang Koci sekaligus iftitah pembukaan majelis rangkaian majelis Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan manzumah I'tibar Ulil Absar yang dikarang oleh Nabi Muhammad Syekh Masyayikhna Nabi Muhammad bin Husain Ba'bud, insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Lalu besok harinya Haul Akbar Kiai Morogan. Ya, pagi jam 7 ada acaranya Yasin Tahlil di Masjid Lawang Kidul. Selesai naik perahu, yang nak naik perahu, naik ketek, naik kapal menuju ke Masjid Kiai Morogan Kertopati. Kalau tidak nak lewat darat Jaturi. Lalu di sana akan diadakan acara puncak daripada kegiatan Haul Kiai Morogan. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan kita bisa diizinkan Allah menghadiri majlis-majlis tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Ini saja yang bisa kita lakukan pada malam ini, mudah-mudahan menjadi amal yang makbul di sisi Allah. Hajat kita dikabulkan Allah, yang sakit di antara kita disembuhkan Allah, yang punya masalah dihilangkan Allah masalahnya, dan insyaallah tambah hari tambah berkah kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Ala Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Jatuh buat alaqah. Salli ala al-mukhtar taha rasul Allah. على فينا باب مولانا طرحنا الحمول رجينا منه المواهب والرضا والقبول يا الله لنا بالقبول يا ربي.